السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. مساء الفل عليكم. طبعا انا لسه جيت حق السمنة البلدي حالا. ماشي، دلوقتي طبعا هنجيب الحلة. السمنة اهم حاجة نغسله في الاول. عاوزة تغسليه وما يسحش منك تغسليه بمية ساقعة. ماشي، هنجيب الحلة ننشفها حلو من المية ونجي حاطين ايه السمن. ماشي، اهم حاجة اول ما يسيح معاكي تحاولي تهدي النار. ماشي، ويعني كده كل دقيقتين 3 معلش تحاولي تقلبيه كده بالمعلقة واحدة واحدة، بحيث انه المرجة بتاعتها ما تلزقش معاكي من تحت. واول ما يبقى بالطريقة دي ايدك فيه على طول. يعني في الاول كنا كل دقيقتين، دلوقتي كل دقيقة ايدك فيه. حاولي ما تشيليش ايدك خالص الا يمكن كل دقيقة ترجعي، كل نص دقيقة تطلي برضو عشان المرجة ما تلزقش معاكي، وتحاولي انت تستغليها وتاكلي تعملي بها اي حاجة. ممكن تهرسي فيها حتة جبنة قديمة اما يبقى طعمها لذيذ. تجيب اللي هو الرقاق اللي هو ممكن تعمليه في البيت الطري ده، وتخليه تاني يوم تفركيه في المرجة دي. الله على جمالها. لو عندك عجب التو تنسميه بالراحة كده وتخليه قد دقيقتين. اول ما تحس ان هو يطرى تيجي مفتولاه جوه المرجة دي بحتة جبنة، وكلي احلى مرجة من السمنة البلدي. هنفضل نقلب فيه لغاية الريمة البيضة دي ما تروح معاك. شايفين انا المرجة مش لازقة في الحلة من تحت؟ شايفين اها؟ شايفين يعني باينة ازاي ما تروح وتيجي معايا. ماشي، واحدة واحدة كده. بسم الله اها.